اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد اشرف الخلق اجمعين صلى الله عليه وسلم. اهلا بكم معانا حلقتنا النهارده. بصوا معلش انا اسفه، بقالي اسبوع او اكتر ما عملتش معاكم حلقات. تعالوا نشوف بقى عملنا النهارده الكرشه، الاكلات الحلوه بتاعه العيد. الكل عملها قبل العيد، انا قلت بقى ايه اخليني بعد العيد، لان طبعا انا ما صورتش معاكم الفتره اللي فاتت دي لان كان النت فاصل عندنا. شايفين الكرشه بيضه ازاي؟ ما شاء الله غسلاها كويس جدا ومنضفينها حلوه قوي وما شاء الله زي العسل. تعالوا نشوف هتشربوا منها احلى شويه شوربه اكنك بتشربي شوربه لحمه بالظبط. ازاي؟ هقول لكم ازاي. اهم حاجه ان انت تغسليها مره واثنين وثلاثه، وتغسليها تنقعيها بشويه من الملح وشويه من الليمون، وتغير عليها الميه وترجعي تنقعها تاني. وانا حتى لما بفرزها برجع وانا رايحه افكها من التلج بحطها في ميه وليمون وملح. تمام؟ لا طحينه بقى ولا الكلام ده خالص، هو الملح حلو قوي قوي للكرشه، هو والليمون، اي حاجه زفره يعني. شايفين لونها حتى ابيض ازاي؟ ما شاء الله. طيب الخلطه اللي انا عملتها ايه؟ عملت شويه من التوم، يعني حوالي راس توم كبيره كده، وحطيت عليها فلفل اسمر. الفلفل الاسمر مع الحاجات دي، شايفين حتى مكتره شويه الفلفل الاسمر عشان يخلي ريحه الشوربه عسل عسل عسل. وشويه التوم دول بقى يا سلام بيودوها في حته تانية، انت بتشميها وهي بتتشوح في حته تانية خالص. انا هطبخها طبعا في حله الضغط. تمام؟ انا بعمل بس شويه تجديدات في مطبخي، ف يعني اعذروني لان طبعا بصور كل فين وفين، مش فاضيه يعني، بفضي في المطبخ بنقل حاجات كده يعني. انا بقى حطيت تشوح كده، حطيت لها حاجتها، حطيت الفلفل الاخضر مع البصل. يا سلام بقى ايه في الشوربه، بيخليها في حته تانية خالص. على ما هي تتشوح بقى براحتها كده هحط لها ميتها وهشيلها على طول، هطفي عليها الحله اللي هي الضغط وهسيبها تستوي. بتاخد حوالي نص ساعه. تمام؟ سبت شويه من التوم اللي بفلفل اسمر، سبتهم على جنب بقى ايه علشان اعمل بيهم صينيه بطاطس صغيره كده على قد الكرشه بتاعتنا. طب هي بفلفل اسمر هحمر التومه فلفل اسمر عادي جدا، هي كده كده فيها بهارات الفلفل الاسمر، يعني هحط لها كمون وشويه كزبره وخلاص. تمام؟ انا مخرطه كام بطاطسيه كده صغيرين، وطبعا على قد ايه الصينيه يعني اللي هعملها. شويه بصل على فلفل على بطاطس زي ما انتم شايفين كده. طبعا حابه تحطي جزر حطي جزر، حابه تطبخيها في اي خضار تاني زي ما انت حابه، بس انا عامه الكرشه والكوارع والفشه والحاجات اللي هي بتاعه المواشي دي كلها بحب اعملها بصينيه بطاطس، عشان احب انشفها في الفرن زي ما شفتوها معايا في اول الحلقه. ما شاء الله لونها خطير وطعمها حلو قوي. هدي لها تشويحه وهنزل عليها بالطماطم بتاعتنا. تمام؟ بس اهم حاجه تتشوح كويس. انا طبعا ايه كل شويه كده ايه بفتح عليها الغطا اقلبها تقليبه زي ما انتم شايفين. انا بقى بحط البهارات بتاعتي اللي هي كمون وكزبره. حابه تحطي بصل او توم باودر زي ما انت حابه، حابه تحطي شطه خرطي قرن شطه، عايزه تحطي شطه ناشفه برضو براحتك زي ما انت حابه يعني. المهم يعني صينيه البطاطس حوجيها براحتك كده على ما الكرشه بتاعتنا تستوي براحتها. طيب الكرشه ايه اللي ضمني ان مش هيطلع لها رغوه؟ هوريكم الشوربه بتاعتها. والله العظيم ما طلع لها رغوه خالص، الرغوه اللي بتطلع على اللحمه دي ما طلع لهاش خالص. غسلها كويس جدا وعصرها كويس جدا ومنضفاها كويس جدا، وهتشوفوا بعينيكم الجمال. تمام؟ طبعا دي طماطم كنت مفرزاها فطلعتها من الفريزر، هحط الجزء اللي فك كده والجزء التاني ده هسيبه لان انا عامله على قد صينيه البطاطس بس. هو بيبان قليل بس ساعه ما تاخد وتدي كده وتغلي مع بعضها هتلاقيها في حته تانية خالص يعني. ما شاء الله بقى لونها احمر وحلو. هسيبها بقى مع نفسها وقطعه الطماطم المتجمده كده تتفكك براحتها. وتعالوا نشوف بقى الكرشه بتاعتنا. شوف صينيه البطاطس جنبنا حمرا اهي، والشوربه بتاعتها شايفين عامله ازاي؟ عسل عسل عسل. شايفين شكل الشوربه عامل ازاي؟ صافيه خالص اهي، والكرشه بتاعتنا استوت، والشوربه بتاعتنا عسل 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 ما شاء الله. والفلفل الاسمر بقى والطماطم كده نطروا على الجنوب. وتعالوا بقى نصفيها ونحطها في الصينيه القمر بتاعتنا دي علشان خاطر نعمل لها ايه نقلبها في الصلصه كده ونحطها في صينيه في الفرن. بتاخد معانا ربع ساعه. انا مش هشغل الفرن من تحت، البطاطس بتاعتي مستويه، هشغله من فوق بس تاخد وش وخلاص. تمام؟ حابه تعملي الاكله اللي حلوه دي مثلا مش عندك حله ضغط ولا حاجه، هتاخد معاك وقت شويه على النار يعني. على البوتاجاز كده على في الحله العاديه ممكن تاخد 4 ساعات. الكرشه هتاخد 4 ساعات، ايوه ممكن 5 كمان حسب حجم الماشيه اللي انتوا دابحينها يعني، او اللي انتوا جايباها من عند الجزار. تمام؟ طبخنا طبعا رز ابيض وصينيه البطاطس القمر دي، وادي الكرشه اتحمرت معانا اهي عسل عسل عسل، فاخر من الاخر زي ما بيقولوا. وصينيه البطاطس انا منشفه عليها عشان تبقى حاجه خطيره كده. اتمنى حلقه النهارده تحوز رضاكم، والف هنا وشفا.